يا مساء الفل، معاكم التلاتيني، والنهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو كيفية عمل بيئة عمل سامة بين قوسين توكسيك بأسهل طريقة ممكنة. بس قبل ما أقولك على الخطوات خليني أحكي لك حكاية الأول. كان في نملة نشيطة جدا بتروح شغلها كل يوم بدري. النملة دي بتنتج كتير جدا وعارفة اللي وراها من غير ما حد يقول لها تعمل ايه وما تعملش ايه والكلام ده. في يوم من الأيام شافها الأسد وفكر، ما هو أنا لو جبت لها مدير أكيد هتنتج أكتر. فقرر إن هو يجيب الصرصار ويعينه مدير عام. الصرصار أول حاجة عملها هي إنه أسس نظام حضور وانصراف، وعين دبانة تكتب التقارير أول بأول، وعنكبوت يشرف على توزيع المهام. النملة بقت حاسة إنها طول الوقت تحت ضغط وعلى طول غرقانة في كتابة التقارير، وبدل ما تركز في شغلها بقت مضطرة إنها تركز في كل التفاصيل الجديدة اللي زادت عليها دي. الأسد مع الوقت حس إن في مشكلة، فقرر إن هو يجيب البومة عشان تعمل دراسة عن سبب نقص الإنتاج. فالبومة عملت له تقرير من 10 صفح بعد 3 شهور، ووضحت له فيه إن السبب هو إن العمالة بقت زيادة والإنتاجية بقت ضعيفة، وإن في بعض الموظفين كسلانين زيادة عن اللزوم وهم اللي مسببين المشكلة دي. فراح الأسد الهمام رفض أكتر موظف التقارير ذكرت إن هو كسلان، وزي ما هو متوقع طبعا هو رفض النملة وعين مكانها 3: عصفورة وحمار وطور. ومن ساعتها وبيئة العمل الحمد لله بقت توكسيك وزي الفل. إنك تعمل بيئة عمل سامة ده مش موضوع سهل خالص، والموضوع ده مش بيحصل بين يوم وليلة، إنما محتاج وقت ومجهود وخطوات مدروسة. انا عايزك تركز في كل كلمه هتقولها عشان الغلطه فيهم برقبتك. ورقة وقلم يا سيدي واكتب معاه اللي هقولهولك. 1: ما تثقش في أي حد. تابع كل صغيرة وكبيرة بتحصل في المكان. راجع ورا كل موظف شغله وإيميلاته، وشوفه مسك موبايله كام مرة ودخل الحمام كام مرة. اطلب تقارير يومية واعمل اجتماعات لأتفه الأسباب، عشان حد ناداك باسمك المباشر مثلا وما قالكش حضرتك. اعمل سيشن اتفزلك بيها عليهم حتى لو مش فاهم انت بتقول ايه، عشان تحسس اللي قدامك انك جامد ومسيطر حتى لو مش هتفيدهم في الشغل. امال عايز تبقى مجرم ازاي؟ تاني حاجة، خليك دايما مش واضح وتعليماتك عامة ومش محددة. غير في تفصيل التاسك من غير أي أسباب واضحة. ما تقولش إن في تعديلات وسيب الموظف يكمل شغل على التعليمات القديمة لحد ما هو لوحده يكتشف إن خطة الشغل اتغيرت. انا محدش يتوقعني. وما تقولش لحد عاش أو تسلم إيدك، قول كان في أحسن من كده أو أنا كنت متوقع حاجة أقوى. تالت حاجة لازم تعتمدها وبشكل أساسي هي فرق تسم. قسمهم، حذبهم، شجعهم يتكلموا في ظهر بعض. قرب منك الموظف العصفورة وابن الشركة وعد التارجت. اعمل شلة تعرف القرارات قبل الكل وخلي رأيها هو المسموع في الشركة. انت اعتبرني مديرك ودخلت عليك فجأة. ايه رايك في الجرافطة دي؟ حلو قوي ما شاء الله. مشيت ربنا. ها، من اللون حكايه، لفتها ولا لفه الجاتوه والشكل. بلدي قوي. ها، في الحقيقة مش عارف. مش عارف ايه؟ في الحقيقة مش عارف الجرافطة هي اللي حلوة ولا عنين وذوق حضرتك اللي نقوا الجرافطة هم اللي حلوين. هو ده. انت انما انت استثنائي. رابع حاجة، عامل الموظف على إنه هو موظف وانسى تماما إنه هو إنسان. حتى لو بعد مواعيد الشغل الرسمية ابعت له تاسك وقول له التاسك دي ايرجنت ولازم تتسلم النهاردة. ابعت له رسالة على الواتساب الساعة 11 بالليل وفي الويك إند أو قبل ما الشغل يخلص بربع ساعة، وحسس الموظف بالذنب لو مردش فورا. وما تنساش إن ما ينفعش تشكره بأي شكل من الأشكال على المجهود الزيادة، لأن ده المتوقع منه عشان هو موظف. انت عارف يا شيف لو حاجه واحده من دول طلعت غلط هيحصل ايه؟ كوردي. خامس حاجة، لو الشغل اتقبل وعجب الناس في الشركة، قول لهم ان التعديل اللي انت طلبته ظبط الشغل وخلاه احترافي، وان التاسك لو اترفض او اتعمل فيه تعديلات كتير ان دي غلطة البهوات اللي مش بينفذوا المطلوب منهم صح، مع انه واضح ومشروع كويس من الاول. تفكير شياطين. بقول لك ايه؟ ايه؟ هو احنا اشرار قوي ولكن ظرفاء قوي. اتأفف جامد قوي لو حد سألك في حاجة، وحسس اللي سألك دايما انه غبي، ورد عليهم على الواتساب متأخر. سادس حاجة، رق الناس اللي بتقول حاضر على كل حاجة بتتقال، وهمش الموظف الذكي اللي بيسأل وبيفكر في التطوير. واضمن لك ان خلال شهور قليلة جدا الموظفين الشاطرين هيستقيلوا او هيخلعوا بالطريقة، واللي هيفضلوا معاك هم فاقدي الشغف، الموظفين اللي بيشتغلوا على قد الفلوس واللي خايفين على اكل عيشهم.
انا محاط بشله متخلفه. ما انت اذكر واحد مننا ومثلنا الاعلى. سابع حاجة وأهم حاجة هي إنك توعد الموظفين بمكافآت وهمية وترابيزات بلياردو وبنج عشان يشتغلوا أكتر ويتعبوا وينفذوا الشغل ويسلموا قبل الديدلاين. بس بعد ما الأزمة تعدي اتحجج وتلكك وتضايق وتعصب وحسسهم إن الأولوية دلوقتي للشغل وإن المطالبة بالوعود دلوقتي هو نوع من أنواع الأنانية والوقاحة. تتكلم جد؟ مات. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي يا أبو حميد. تامن حاجة قول لهم احنا عيلة، محدش بياخد فلوس من عيلته لو وقعت في أزمة، محدش بيطلب من عيلته تزود له المصروف، المفروض العيلة بتستحمل بعض، ولو طالبت بحقك تبقى قليل الأصل بتتخلى عن عيلتك. تاسع حاجة هي انك تغير مفهوم الإيجابية. قول على أي حد بيقول ان الضغط كتير او ان المواعيد مش منطقية انه سلبي ومش قلبه على الكيان. حول اي محاولة للكلام عن المشاكل لان هي اختلاف وجهات النظر. واجههم مثلا بجمل زي لازم نركز على الحلول مش المشاكل، او مثلا قول لهم حاولوا تكونوا إيجابيين اكتر عشان التيم. واضمن لك ان ده هيخلي الموظف يحس بالذنب الداخلي ويحترق داخليا في صمت. 10 حاجة بقى هي خلي كل قسم يعمل شغل غير شغله. لو حد قالك انت بتعمل كده ليه قول له اصل القسم اللي المفروض يعمل الشغل ما عندوش كباسيتي لأي حاجة زيادة، مشغول، وان الموضوع سهل واسهل ان هو يتعمل من عندك، وزق معاه الشغل وعد معاه اليوم والجو ده. وبكده اضمن لك انك عملت بيئة عمل توكسيك تتحسد عليها، طاردة لأي كفاءات ومليانة بالعصافير وولاد الشركة وولاد العيلة الواحدة. قول لي بقى شركتك جابت كام من 10، ولو في أفكار تانية نسينا نقولها شاركنا بها في الكومنتات. كان معكم التلاتيني، ذلك الذي يحاول أن يعمل في بيئة هيلسي في زمن توكسيك. لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل لايك وشير واشترك في القناة لو لسه مشتركتش. أشوفكم على خير، سلام.